اللي مش عارف ان انا يعني واحد من اكتر الاشخاص يعني اللي مجنون بحوارات الطبيعة والصيد والشوي والحطب يعني وهذه الاشياء يعني. عندي حتى هنا لسه صنارة، وعندي هنا فاس او بلطة يعني من خلينا نحطها بس على جنب دلوقتي. حسنا، الزواج المبكر لو في حاجتين انا ساخط عليهم جدا جدا يعني لاقصى درجة في المجتمع بتاعنا ده، هتبقى منظومة التعليم ومنظومة الجواز. منظومة التعليم دي ليها يعني إن شاء الله في المستقبل فيديو آخر، لكن خلينا دلوقتي في إيه، في منظومة الجواز. يا جماعة اللي احنا بنعمله ده والله مش بيعمله مسلمين أو كفار. انت يعني أنا مش بأفور حرفيا لما بقول إن من أسباب تخلفنا احنا كمجتمعات عربية ومجتمعات إسلامية وتقدم الغرب علينا هو إن احنا بنأخر سن الزواج. انت متخيل ان انت كشاب او كشابة بتبلغ لما يكون عندك مثلا 15 سنة وبتفضل لغاية ما يكون عندك 30 سنة قبل ما تتجوز؟ ده لو قعدتهم يعني، ده لو انت قعدت لغاية ما يكون عندك 30 سنة. انت ممكن تتجوز لما يكون عندك 35 او 40 قبل ما تلم كل مصاريف الجواز الكثيرة. يعني كل يوم بيطلع حاجة جديدة والله. طب الشاب في السنين دي او انت كشاب في السنين دي بتعمل ايه في الفترة دي غالبا قبل ما تتجوز؟ يعني بتصيع، بتسمع مهرجانات، بتراقب بنات الناس. ده غالبا اللي بيحصل. مش ده اللي احنا بنشوفه في المسلسلات وفي الافلام اليومين دول؟ مش ده اللي احنا بنشوفه لما ننزل الشارع؟ يعني الواحد حرفيا لما بقى ينزل الشارع يعني بيشوف مناظر مقرفة حرفيا. يعني انتوا عارفين يعني انا من الناس مثلا اللي مش بنزل من البيت كتير. انا شغلي على النت، انا شغال فريلانس، وبطبيعة الحال يعني انا شخص انطوائي، يعني ليا دايرتي اللي قافل عليها يعني. بس لما بنزل الشارع وبختلط بالناس انا يعني ايه، بيجي لي الصدمة. يا جماعة احنا فعلا وصلنا للمرحلة دي، احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا. الشباب تفكيرهم ضايع، مش بيفكروا ولا في دين ولا في مجتمع ولا أمة ولا إسلام. كل اللي بيفكروا فيه ازاي هحط على ده، وازاي هكسب ده، وازاي وخصمي ومش خصمي والاخصام والبت ومش البت، وكل هذه الاشياء اللي مضيعه مجتمعنا. والله تخيل معايا لو الشاب اللي عنده 17 او 18 او 20 سنه، او حتى هو عارف ان هو لما يوصل يكون عنده 22 سنه، هو عارف على وقر يقين ان هو في السن ده ان شاء الله هيكون اتجوز. تخيل الشاب ده لو فعلا موازي هو اتجوز فعلا، كان ايه اللي هيحصل؟ كنا هنشوف المناظر اللي احنا بنشوفها في الشوارع دلوقتي. يعني فكر كده معايا، كنا هنشوف المناظر دي؟ والله والله العظيم مستحيل. مستحيل. اي نعم كان هيتبقى يعني في بعض الحالات الفردية، لكن مش دي القاعدة العامة. القاعدة العامة ان كان اللي احنا بنشوفه في الشوارع ده هيقل كتير جدا جدا، لان نفس الشاب، ويعني انا اسف في الكلمة بس ده اللي موجود دلوقتي، نفس الشاب الباد بوي او الشاب السرسجي اللي هو موجود يعني في الشوارع دلوقتي، كان نفس الشاب ده بقى المفروض بقى ان هو اتحط بقى في حتة ان هو بقى راجل متجوز، لازم يبقى قدوة حسنة لأبنائه، لازم يبقى راجل محترم، لازم ينزل يكسب عيش، لازم ينزل يعني ياكل من حلال وكل هذه الأشياء. فيعني كان هيتحط في فئة معينة غصب عنه كانت هتخليه يرتقي، وفي نفس الوقت هو هيكون فرغ طاقة كبيرة عنده جدا كان بيوجهها في الأشياء الغلط. فيعني هيهدى كده وهيروق في نفس الوقت. قدرته على مثلا ان هو يغض بصره او ان هو يقاوم الزنا او كل هذه الاشياء، كل الحاجات دي هتجي يعني ايه، هتزيد، لانه خلاص الراجل يعني عف نفسه وعنده زوجة يعني. ف ويعني احنا لو جينا يا جماعة بصينا كده على حياة الشاب العربي او حياة الشاب في مجتمعنا دلوقتي، يعني هتلاقيها ان هي بتمر كده ايه بكم مرحلة. يعني ان هو اول حاجة المدرسة، بعد كده الجامعة، بعد كده يطلع يدور على شغل، ده لو لقى شغل اصلا، بعد كده مثلا يقعد يحوش سنتين ثلاثة، بعد كده يصيح كام سنة مع أصحابه، وفي الآخر مثلا يبقى يتجوز على التلاتين مثلا أو أكتر. طيب لما هو يتجوز وهو عنده 30 سنة، عبال ما يبدأ يهدى ويبقى راجل محترم ويقرب شوية من ربنا هيكون عنده كام سنة؟ 40 سنة، ده لو ما كانش أكتر. طيب الراجل ده بقى اللي بقى عنده 40 سنة اللي خلاص تقريبا شبابه خلص، انت لو جيت قلت له انت عملت ايه لدينك؟ هل انت مثلا عملت دعوة او يعني عملت ايه؟ او مثلا عملت ايه لامتك؟ او يا عم بلاش الحاجات دي، انت عملت ايه في حياتك؟ ايه الانجاز اللي انت عملته في حياتك يعني في فترة شبابك اللي هي اهم فترة في حياتك؟ هل حفظت القرآن؟ ابسط حاجة يعني المفروض اصلا الواحد يكون حافظ القرآن وهو طفل.
انت عملت ايه؟ هتلاقيه ما عملش اي حاجه. انت لو رحت بصيت في الناحيه التانيه من العالم عند المجتمعات الغربيه، هتلاقي الموضوع مختلف تماما. يعني الشخص هناك يعني هذه يعني ايه، هذه الحاجه عنده يعني بيتم اشباعها من هو مثلا في المدرسه الثانويه، او من قبل كده كمان، يعني تقريبا وهو عنده 17 18 يعني 19 سنه. في حين ان عندنا الشخص ده بيتبص له ان هو يعني ايه، مجرد يعني طفل يعني. فنتيجه كده الشاب ده بيعرف فعلا يتفرغ للانجازات والحاجات الحقيقيه اللي في حياته. هو مش شاغل نفسه على طول باحتياج اولي، مثلا اللي هو مثلا ايه، هاكل منين، هشرب منين، هعمل الحاجه دي منين. تخيل معايا مثلا لو انت مش بتاكل، مثلا لو انت كل يوم، انت كل يوم بتعاني اللي هو حرفيا، حرفيا عشان هاكل ازاي. هل هتعرف مثلا تفكر في الفيزياء ولا الكيمياء ولا البرمجه ولا هذه الاشياء؟ لا، انت دماغك كل يوم متسوحه في فكره انا هاكل ازاي، انا هشرب ازاي، طب انا بكره هاكل ازاي. فانت في فكره ضغط على دماغك انت مش عارف تخرج منها خالص. الموضوع بالظبط عامل زي الرامات بتاعت الكمبيوتر او التليفون بتاعك. لو انت مثلا فاتح الكمبيوتر وقاعد مشغل لعبه ومشغل برنامج مونتاج او فوتوشوب او ايا كان، وجيت مثلا تفتح حاجه كمان، هل الكمبيوتر هيفتح معاك؟ اه ممكن يفتح، ممكن يشتغل، بس هيسخن، وبعد فتره هيبوظ، وبعد فترة مش هيديك أي أداء تماما. فنفس الفكرة إحنا كمجتمع أو أنت كمجتمع ما تستناش من شاب عنده رغبة أولية. ومش عيب تماما إن هو يكون عنده الرغبة دي، لأن أنا بشوف إن الشخص اللي بيقول أنا عايز أشبع الرغبة دي بيتم التعامل معاه يعني بإن هو يعني شخص منحرف. في حين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي زرع فيه الرغبه دي يعني. طيب انت كشاب لو اتجوزت، مش هتقفل على نفسك اكبر سرسوب من السيئات انت بتاخد منه كل يوم؟ انا عايزك تقعد دلوقتي وتفكر كده او تكتب في ورقة معظم الذنوب اللي انت بتعملها. هتلاقي ان 80% لو ما كانش اكتر من الذنوب دي مرتبط بالموضوع ده. عدم غض بصر، لعلاقات محرمة، لعادة سرية، لزنا والعياذ بالله. وعلى فكرة الموضوع مش بعيد عنك، انا اعرف ناس عندها 17 سنة وعملت الموضوع ده والعياذ بالله. يعني ربنا يبعده عني وعنك يا رب. يا جماعة احنا وصلنا لعصر المستوى الإباحية اللي موجود فيه بقى بشكل غريب جدا. وانا هنا مش بتكلم يعني على ايه، على الاشياء الإباحية الصرف يعني زي الفيديوهات مثلا وبتاع. لا، انا بتكلم مثلا ان انت فتحت انستجرام، فتحت فيسبوك، فتحت اي حاجة، هتلاقي صورة بنت طالعة من هنا، هتلاقي صوت بنت طالعة من هنا، هتلاقي شعر، هتلاقي مش عارف ايه. كل دي حاجات يعني برضو بتلعب في كيمياء دماغك. بل ان ده بيزنس اصلا، وفي شركات عالميه وحكومات بتدفعك ان انت تغوص في العالم ده اكتر. اصلا حاجات زي الشذوذ الجنسي والافكار الحقيره اللي الغرب عمال يزقها ناحيتنا، حضرتك محتاج درع عشان تحمي نفسك من الافكار دي. فاحنا هنا بقى نيجي نعمل ايه؟ بدل ما نشوف كل هذه الاشياء ونيجي نسهل الجواز، لا احنا جايين نصعبه. اللي هو شت يا جماعة، احنا موضوع الجواز ده والله قلب عندنا كوميديا سوداء. انت لو وقفت اي واحد في الشارع وقلت له يعني انت ايه رأيك في موضوع الزواج المبكر، وقعدت تتكلم معاه واحدة زي ما انا بتكلم معاكم دلوقتي، هيقول لك اه والله معاك حق ولازم الجواز يتسهل ومش عارف ايه. بس في نفس الوقت لو هو اللي اتحط في الموقف ده، ان في واحد مثلا متقدم لبنته او لاخته او لايا كان، بيبقى عايز يسلخه تماما. يا عم ليه انت استفدت ايه؟ يعني انت بتطلب من شاب لسه في بداية حياته شقة بملايين، وذهب مش عارف ايه، ومهر مش عارف ايه، وتوضيب مش عارف ايه، وفرح مش عارف ايه. ليه؟ انت استفدت ايه؟ صدقني انت لو فكرت في الحاجات دي كلها هتلاقي ملهاش اي 60 لازمة. بس انت بتبقى بس عايز يعني ايه، ترضي المجتمع. حتى كده لو انت مش مدرك الشيء ده او ما قلتش كده، بيبقى عندك كده في دماغك كده في الباك اند عندك ان انا عايز ارضي المجتمع. على فكرة انت ربنا اداك عقل بتفكر فيه، ومفروض يعني ايه تعرف الصح من الغلط. مش معنى ان الناس او المجتمع فيه شيء منتشر بينهم يبقى ده الصح. المسيحية والالحاد والشذوذ كل هي دي الحاجات المنتشرة في العالم دلوقتي. هل ده معناه ان الحاجات دي هي الصح؟ يعني اكيد لا، يعني اكيد لا. ما تبقاش مع إذا شاء الناس شئت. حتى لو انت معاك فلوس، انت لازم تبقى عارف ان الفلوس دي حضرتك نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، هي مش بتاعتك. يعني الفلوس دي نعمة، لو اسأت التصرف بيها لو اسأت التصرف فيها هتتحاسب. انت لما تروح تعمل فرح وتطلع منه بكمية سيئات قد كده، وتكون حرفيا رميت فلوسك في البحر، انت هتتحاسب حضرتك على الكلام ده، لان الفلوس دي مش بتاعتك. وفوق كده بتفتن شباب المسلمين.
انت متخيل ان الفلوس دي مثلا لو حطيتها في تجارة وعملت بيها اي شيء مفيد او اتبرعت بيهم، متخيل كمية الحسنات اللي انت هتاخدها؟ او يا عم فعلا عملت شيء مفيد، يعني في شيء فعلا يسعدك، عملت مثلا يعني ايه، خدت مراتك مثلا وسافرتوا بره شهر عسل مثلا او اسبوع عسل، يعني انت كده فعلا هتتبسط. لكن انت حرفيا اللي بتعمله ان هو بترمي فلوسك في الهواء وبتفتن شباب المسلمين، ادي كل اللي انت بتعمله. طيب ايه البديل؟ يعني انت ممكن تكون بتسأل نفسك دلوقتي، طيب انا يعني شاب عندي 17 18 سنة يعني وعايز اتجوز، ازاي اتجوز؟ بص، اول حاجة يا ريس اشتغل، لازم تشتغل. الشغل مش عيب، يعني انا في حالتي مثلا انا شغال فريلانس. انت اتعلم اي مهارة، اتعلم اي يعني اتعلم اي صنعة، نجارة، اي حاجة، اتعلم اي حاجة تجيب لك فلوس، والشغل مش عيب. يا عم لو انت دحيح او اشتغل اشتغل شغل بارت تايم، اشتغل شغل بارت تايم مثلا 3 4 5 ساعات في اليوم، يجيب لك مثلا 3 4 5000 جنيه. يعني انا مش طالب منك يعني ايه تكون مليونيري مثلا، يعني او يكون دخلك مثلا في الشهر على 15 20 30 الف جنيه. انا كل اللي انا طالبه منك تكون بس بتشتغل على ارض الواقع عشان تكون خدت الخطوه وربنا يكرمك. طب يا عم انت اشتغلت، تقعد فين؟ يا باشا اجر. اجر، يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما تقعد في شقه ايجار؟ يعني انا اعرف ناس كبيره وبتقعد في شقق ايجار، يعني ايه المشكله فعلا لما تقعد في شقه ايجار؟ يا عم مش عايز تقعد في شقه ايجار، او انت شغال ويا دوبك الفلوس اللي رايحه على قد اللي جايه، اقعد مع ابوك. وده شيء انا افضله، هو بشده وارجحه، هو بشده. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تقعد مع ابوك؟ يعني انت مثلا تخيل معايا ان انتوا اسره مثلا مكونه من 4 افراد، انت ووالدتك ووالدك واختك. مثلا اختك مثلا اتجوزت وراحت قعدت مثلا مع جوزها عند حماها، وانت مثلا اتجوزت وخدت مراتك وقعدتوا عند ابوكم. فهي المحصله واحده. يعني انت ابوك بدل ما كان بيصرف على 4 بقى يصرف على 4، هي لسه، هو لسه بيصرف على 4 يعني. الموضوع هو والله. انا مش بكلمك يعني في شيء ساينس فيكشن او خيال علمي او صعب تحقيقه يعني. يعني احنا لو رجعنا 150 200 سنة ده كان الحال زمان، يعني ان الواحد بيتجوز بيقعد في أوضة حرفيا مع يعني مع عيلته. يعني أنا كنت لسه بتفرج على مسلسل اسمه الريان، كان مسلسل مصري، يعني مسلسل جميل، أنصحكم كلكم إنكم تتفرجوا عليه. كان بطل الفيلم لما جاي يتجوز كان عايز يقعد مع مراته، كان عايز يجيب مراته ويقعدوا عند ابوه. وفي الاخر يعني استقر ان هو يقعد عند حماه. يعني ايه المشكله؟ وقعد فتره عند حماه، وبعد كده ربنا كرمه وجاب شقه وبقى اغنى من واحد من اغنى اغنياء مصر. يعني ايه المشكله؟ الدنيا بتمشي والله يا جماعه، والله الحلول موجوده. فاحنا ليه مجتمعنا بيعمل كده؟ انا مش عارف. يعني انا ساعات كده بقعد افكر مع نفسي، يعني ان انا اوصل لحل وفي الاخر يعني، او لفكره منطقيه، وفي الاخر يعني مش بلاقي اي سبب تفسير واضح. يعني هل مثلا المجتمع شايفك مثلا ان انت عيل صغير مثلا عندك 17 او 18 او 20 او 22 سنه؟ في الحقيقه لا، انت ما انتش عيل صغير وتقدر تتحمل المسؤوليه. انا لسه قايل من شويه ان انا اعرف شباب عندهم 17 سنه وقعوا في الزنا. فهو لو كان شاب صغير ما كانش هيقع في الزنا، او لو هو كان طفل صغير ما كانش هيقع في الزنا. فانت المسؤوليه انت بتشيلها لما تتحط فيها. يعني انت مثلا، هل انت بتروح الجيم عشان يطلع لك عضلات، ولا بيطلع لك عضلات وبعدين تروح الجيم؟ لا، انت بتتحط في المسؤوليه بعدين بتشيل المسؤولية، انت بتتمرن عليها. وممكن انت تكون بتسأل نفسك سؤال تاني، طب انا ازاي هوازن ما بين الدراسة مثلا والشغل لو انا شغال والجواز؟ يعني الصراحة يعني السؤال ده يعني من أغبى الأسئلة اللي أنا بسمعها في حياتي. إزاي إزاي هتوازن بين الدراسة والجواز؟ إزاي هتوازن بين الجواز وأي حاجة تانية؟ إزاي هتوازن بين الجواز والشغل في المستقبل؟ إزاي هتوازن بين الجواز ومشاريعك؟ إزاي هتوازن بين الجواز ومثلا وأمتك، وإنه الأم عايزاك، يعني الإسلام وكده؟ ازاي مثلا ايه؟ يعني انا اعرف ناس واظن انت في عيلتكم ناس اكيد كده. تلاقي شخص مثلا يعني ايه، هو طول عمره متغرب مثلا في دول الخليج مثلا او في مكان بره مصر، وعيلته الموجوده في مصر والدنيا ماشيه عادي. يعني انا مثلا عمي قعد مثلا 20 سنه مثلا تقريبا في السعوديه او 15 سنه في السعوديه، وعيلته موجوده هنا والدنيا مشيت. يعني انا ضد هذه الفكره تماما يعني، بس ده مجرد مثال للتوضيح ان الدنيا بتمشي. ففكره ان انا ازاي هوازن بين الدراسه
والجواز يعني اعتقد الفكره دي اصلا يعني هو سؤال محفوظ اكتر منه سؤال يعني الناس فعلا بتساله. وهنا بقى نيجي للبعبع الاكبر وهو الفلوس. يعني ان شاء الله مش هبقى بعبع ليك ولا اي حاجه يعني. هتتجوز ازاي وانت صغير عندك 17 18 20 سنه؟ طيب انت عشان تتجوز محتاج ايه؟ هل محتاج فرح؟ لا. هل محتاج ذهب؟ لا. هل محتاج شقة؟ لا. ممكن تقعد عند ابوك، وانا اعرف والله ناس قاعدة عند ابوهم ومتجوزة وابهاتهم بيصرفوا عليهم والدنيا ماشية بشكل طبيعي جدا. وعلى فكرة على فكرة يعني بما ان احنا يعني في هذا الزمن الثقافة يعني ايه الغربية هي الثقافة الغالبة يعني، واحنا بنقلد الغرب، طب ما نقلد الغرب في الحتة دي كمان. يعني انت عندك بره لما بيكون في بوي فريند وجيرل فريند، هم بيتقابلوا فين؟ غالبا يا اما ده بيروح لبيتها يا اما هي بتيجي لبيته. فيعني ما نقلد نفس الفكره دي برضو بما ان احنا بنقلدهم في كل حاجه يعني. ان انت تتجوز وتاخد مراتك عندك في البيت او انت تروح تقعد معاها في البيت، يعني ايه المشكله؟ والله يا جماعه ما في اي مشكله. انت حرفيا كل اللي انت عايزه عشان تتجوز اساسيات عفش، شقه وشقه ايجار لو مش هتقعد عند ابوك، ودخل لا يقل عن 7000 جنيه. يعني انا عارف ان 7000 جنيه 7000 جنيه يعني ايه لا يلبي يعني ايه طلباتك في الحياة الفارهة. بس يعني انت لازم يعني ايه تتقبل هذا، يعني ان مش ده الحال في معظم الاوقات يعني. و7000 جنيه على فكره مبلغ مش كبير يعني بالنسبه لواحد عنده 17 18 سنه بياخد مصروفه من ابوه. ممكن يكون مثلا شايف ان 7000 جنيه مبلغ كبير، لكن الحقيقه لا. يعني انت لو نزلت مثلا وانت عندك 17 او 18 سنه واتعلمت اي صنعه زي النجاره او الحلاقه او ايا كان، هتاخد اكتر من 7000 جنيه يعني بكتير. او اتعلمت اي مهاره مثلا على النت زي المونتاج او الفوتوشوب او اي حاجه، هتاخد اكتر من 7000 جنيه. فيعني الموضوع مش صعب. و7000 جنيه انا زي ما قلت لكم عارف ان هو مبلغ مش كبير، بس هيمشي الدنيا. انا اعرف ناس وفي ناس عايشه وانت تعرف ناس عايشه بمبلغ اقل من ده بكتير. وبعدين انت لازم تبقى عارف حاجه، ان انت ال 7000 جنيه دول مش هيفضلوا 7000 جنيه يعني ايه للابد. انت مثلا لما تخلف وربنا يرزقك باولاد، ربنا هيبعت لك رزق اولادك. وخليك فاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم أو عونهم، منهم ناكح يريد العفاف. فأنت ربنا معاك وربنا هيعينك، واللي كان بيرزق مراتك في بيت أبوها هيرزقها صدقني في بيتك. ويعني وفي النهاية بس يعني أنا شايف إن موضوع الجواز ده من الحاجات اللي هي حق إنساني أولي لكل المخلوقات بما فيهم البشر يعني. يعني احنا للاسف عندنا المنظومه دي مشوهه. او بقيت عشان تاخد اللي هو بقى امتياز دلوقتي اللي هو الجواز، لازم تكون وصلت لليفل معين من النجاح المالي والنجاح الاجتماعي. في حين يعني ان هو مفروض حق انساني لاي بني ادم سواء كان فاشل او ناجح. بس احنا للاسف يعني الفكره الصح عندنا اللي هي كانت الفكره الموجوده طول عمرها اللي هي الاساس في الجواز العفاف. للأسف الفكرة دي اتدمرت تماما نتيجة يعني ايه تغلغل الأفكار الغربية فينا. واحنا بقينا للأسف مجتمعات مشوهة، ولا حصلنا الغرب ولا تمسكنا في ديننا وثقافتنا.